دي شكلها حلوة قوي. اهي يا يحيى، طلبت مني اوصلك لآلة الزمن وحصل اهو. غريبة، آلة الزمن في مكانها، يبقى العصابة لسه هنا وبينفذوا حاجة. ما احنا ممكن نبوظ آلة الزمن وما يعرفوش يرجعوا. ما ينفعش نسيبهم هنا يا فهمي، خصوصا اللي اسمها جميلة دي. دول ممكن يبوظوا التاريخ كله طول ما هم قاعدين هنا. أنا عاوز أجربها. أنت تعرف بتشتغل إزاي يا فهمي؟ دي سهلة خالص، زرار بيشغلها وفي تيس بيحدد الزمن اللي انت عاوز تروح. الله، تيس! أنا عايز أجرب أسوق التيس. تجرب إيه يا سينو؟ ما أنت بتتنقل من غير الشيء ده حتى أخف. أكيد السواقة ممتعة. محدش عاجبه حاله. انت متخيل لو الناس كلها تعرف تنتقل بالزمن او الاماكن زيك يا سينو؟ عمرهم ما هيسوقوا عربيات، وهنحل ازمة المرور والتلوث ومشاكل كتير. ايوه، وهنوفر وقت يا برو. أنا منكرش إني خفت من العربيات اللي في زمانكم دي، بس كان نفسي أجربها الصراحة. انا جاتلي فكرة. قصدك فكرة مصيبة يعني؟ طب خلاص بلاش، انا الحق عليا. الحق عليك؟ ايه ده؟ لا 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 لا، خلاص قول. يلا قول يا يحيى، قول بقى يا يحيى. فكرة ايه يا يحيى؟ سينو ياخد آلة الزمن ويرجع بيها زماننا، ويرجع تاني لوحده على هنا. ايوه، انا موافق. وايه الفايدة من كده يا يحيى؟ ان العصابة ما تقدرش تهرب ساعة ما تحب، وفي نفس الوقت اننا نستغل الآلة في زماننا بدون العصابة ونقدمها هدية لمصر. حركة زي دي هتجنن العصابة. اوف، ده ممكن يموتوا فيها. انا موافق. انا موافق جدا. بس تروح وتيجي على طول يا سينو. مسافة السكة، اظبطي عليا الساعة يا نونيا. ايه ده؟ فهمي قال لي ادوس على الزرار الكبير ده اهو، زرار التشغيل. قال لي ايه ده؟ بعدها اشد الفتيس. اشد. ايه ده؟ الله، ايه ده؟ عملت ايه بالنكل ده يا فهمي؟ عقل البني آدم ده مش سهل خالص. ولسه الاختراعات في زماننا ملهاش آخر. بس رغم كده في حاجات مش قادرين نعرف هي اتبنت ازاي في مصر القديمة، ومش عارفين نبني زيها لغاية دلوقتي رغم العلم اللي وصلنا له. زي ايه يا يحيى؟ الهرم الأكبر وتوابيت السرابيوم ومعبد أبو سمبل وقناع الملك توت عنخ آمون وحاجات كتير يا فهمي. ياه، ده على كده بقى الفراعنة كانوا سابقنا. فراعنة؟ ايه في ايه؟ اسمهم أجدادنا المصريين القدماء يا فهمي. اسم الفراعنة ده ملوش أي علاقة بحضارتنا. أنا آسف. المهم دلوقتي لازم نعرف ايه اللي بيحصل يا نونيا عشان نقدر نحدد العصابة بتعمل ايه. كيلوباترا وافقت على الجواز من ماركوس أنطونيوس، وبدأ يحضر جيش كبير لتوسعة حدود مصر.